النهارده يوم الأجازة، بس برضو البطل بتاعنا بيصحى الساعة 6 الصبح ويغسل سنانه ويخش الحمام. طالب مجتهد جدا. ده يوم الأجازة كمان بيفطر الساعة 7 الصبح، ومامته تنزل توديه. هيروح على شوية دروس على شوية تمارين. الساعة 7 الصبح بيكون مشغول عند مدرسة المزيكا، بيبتدي يعزف بيانو ويبتدي يعمل رسم الساعة 9 الصبح. ده حياته مشغولة جدا من الصبح بدري في يوم الأجازة. الساعة 11 بيعمل شوية قراية، وكان يومه مشغول طول الوقت. حتى تمرين الكورة لدرجة إن هو بيتعب ويبقى مش قادر، بس برضه بيعرف يجيب أجوان. مامته بتيجي تاخده الساعة 4 تقول له ها إيه أخبار يومك؟ يقول لها يومي جميل جدا. تقول له إيه رأيك تروح تمرين باسكت كمان؟ ويوافق على إن هو يروح تمرين باسكت طبعا، لأن هو طالب مجتهد وبيحب الاجتهاد في حياته، عشان هو عارف إن دي طريقة النجاح. هو كمان شاطر في تمرين الباسكت وبيعرف يعمل الباسكت جامد جدا. زي ما انتوا شايفين محدش بيقدر عليه. هو أحسن لعيب باسكت وأحسن عازف مزيكا، لأن هو بيجتهد كل يوم ويشتغل كل يوم على نفسه، وفي الآخر بيودع أصحابه ويروح على البيت الساعة 6 المغرب. اليوم بيبقى طويل جدا، بس بيرجع تعبان خالص، بس يوم منتج وعمل فيه حاجات كتيرة. بيقول له انت أنا مش قادر، أنا خلاص عايز أنام. ومامته تطمن عليه، وفي الآخر تدخله ينام. تاني يوم يروح المدرسة ويبقى مبسوط مع أصحابه وحياته في منتهى السعادة. رجع لمامته بدري، قال لها ماما اليوم خلص بدري مننا النهارده، انا بفكر انام شويه. تقول له ازاي تنام؟ انت وراك حاجات كتيره، ما ينفعش ان انت تبقى كسول. هو يزعل لان هو حياته ما فيهاش اي حاجه ممتعه زي اصحابه كلهم بيخرجوا وهو بيقعد في البيت. المدرسه تاني يوم برضه بيجيلها مكالمه وتبقى مضطره ان هي تمشي. بتقول للطلبه معلش النهارده اليوم هيخلص مننا بدري، ممكن امشي انا وانتوا هتعملوا اللي انتوا عايزينه. بيسأل أصحابه أنا معرفش إيه اللي ممكن يتعمل لما الجدول يبقى خلصان بدري. أصحابه يقولوا له إيه رأيك ما تيجي نخرج نلعب شوية. بيلعبوا لعبة الأتاري ويلعبوا فيها الموتوسيكلات الجميلة دي. زي ما انتوا شايفين هو بيكسب بيلعب مع صاحبه، بس صاحبه متعود على اللعبة دي فبيكسبه. هو بيخسر لأن هو متعود على حاجات مهمة مش على اللعب. بيفضل لغاية بالليل لغاية ما يخلص اليوم وهو كسبان. وهو يقول له بس احنا كده هندفع فلوس كتيرة جدا للراجل صاحب المكان. قال له ماله مفيش مشكلة أنا معايا فلوس كتير. ادى للراجل فلوس واصحابه كانوا مبسوطين بيه جدا طبعا، لأن هو طول النهار معاه فلوس. وتاني يوم بيروح المدرسة واصحابه يقولوا له ايه رأيك لما تيجي نزوغ من المدرسة ونمشي؟ قال لهم ما اقدرش طبعا. قعدوا يضحكوا عليه ويتريقوا عليه، يعني ايه ما تقدرش تزوغ؟ قال لهم طيب انا هوريكم ازاي هزوغ. وراح واخد بعضه ومزوغ معاهم. مامته جات له الساعة 5:30 وهو قاعد يقول لها كان يوم جميل وأنا كنت مبسوط وخدنا الدراسة طول الوقت، بس ممكن فلوس تانية عشان أروح تاني يوم. هي ما تعرفش إن هو بيروح يلعب، هي فاكرة إن هو بيروح الدروس بتاعته. راح درس المزيكا، قال للمدرسة أنا تعبان أوي، ممكن أروح النهاردة بدري؟ قالت له طبعا مفيش مشكلة. هي عارفة إن هو طالب صادق وبيروح بدري، بس هي ما تعرفش إن هو اتغير بسبب أصدقاء السوء. أخد العربية وراح عند أصحابه قال لهم إيه رأيكم يلا نلعب النهاردة كمان. وكمل لعب ورقص وعمل حاجات كتيرة جدا، بس كلها مش حاجات مفيدة. دول أصدقاء السوء بيعودوه على اللعب الوحشة. هما مبسوطين إن هو بيديلهم فلوس وبيصرف على خروجاتهم، هما مش عايزين أكتر من كده. ويرجع البيت ويضحك جدا لأن هو مامته بيقول لها إن هو بيعمل حاجات مفيدة، وهو مع كل أسف ما بيعملش حاجات مفيدة. هو عمال يلعب مع أصحابه وعمال يروح كل يوم يتحجج بحجة في المدرسة، وفي الآخر يروح رايح قاعد مستني مامته ويحسسها إن هو راح المدرسة وراح حاجات مفيدة وراه، وهو عمال يلعب وعمال يحتفل وعمال يصرف فلوس البيت كلها على أصحابه. طبعا أصحابه مبسوطين بيه لأن هو بيصرف عليهم، بس اللي هما يعرفوش إن هو قاعد بيصرف من فلوس مامته. بس في الآخر مامته بتتصل بمدرسة المزيكا تقول لا طبعا هو ما جاش بقاله شهر. ايه ده ولا مدرسة المدرسة؟ بتقول له انت كنت بتلعب فين ولا بتعمل ايه طول الفترة دي؟ قال لا ما تظلمنيش، انا كنت طول الوقت ببقى قاعد مستنيكي. هي بتصدقه لان هو عمره ما كان بيكذب قبل كده، بس مع كل اسف اصدقاء السوء بيعلموه حاجات وحشة. بعد اليوم الدراسي كل واحد بيروح على بيته. هو بيروح وبعدين بيروح على درس المزيكا، ويمشي من درس المزيكا الساعة 8 يكمل مذاكرة في البيت. رجعت حياته منتظمة جدا، ورجع حياته هو بالنسبة له كأنها مملة. هو حاسس إن أصحابه بيتبسطوا أكتر منه، بس مش دي الحقيقة. هما أصحابه
بيحاولوا يعودوه إن هو ما يبقى بايظ زيهم، لأن هم مش قادرين يبقوا ناجحين زيه. تاني يوم في المدرسة المدرسة متلاقيهوش، وبتكلم مامته وتقول له انتي ابنك مجاش النهاردة ليه؟ تقول لها ايه ده مجاش؟ طيب انا هستناه لما يرجع واشوف هو راح فين. بتقول له انت كنت فين؟ قال لها ما تظلمنيش، انا كنت في المدرسة. راحت ضربته وقالت له ما عندناش حد يكذب، فهمت؟ راح معيط وقعد في اوضته وقعد يفكر ايه الحياة المملة اللي مامتي عايزاني اعيشها؟ فين الحياة الجميلة اللي مع اصحابي؟ وراح قال خلاص انا هسيب لها البيت وهمشي، بس هاخد معايا شوية فلوس وانا ماشي. اخد شوية فلوس وساب لها ورقة، قال لها معلش انا مقدرش استحمل الحياة المملة دي. راح واخد بعضه وراح قال انا هروح اقعد عند صاحبي. صاحبه طبعا ما كانش عايز يستضيفه، قال له انت بتصحيني من النوم بدري؟ ايه ده انت هنا قاعد مصحيني؟ لا معلش مش هينفع تيجي، ولا اقول لك الفلوس دي ماشي ينفع تيجي. راحوا أكلوا آيس كريم وأكلوا حاجات حلوة كتير، وهو الولد عمال يصرف على أصحابه. مامته صحيت الصبح بصت قالت ابني مش متعود يصحى متأخر كده، هو فين؟ فأنا لما لقيتهوش في البيت وقعدت تدور عليه في كل حتة لغاية أما لقيت الجواب اللي هو كاتبه. سألت اسم البوليس ما شفتوش ابني، قالوا لها مع كل أسف احنا ما نقدرش ندور عليه في أول 24 ساعة. فراحت تسأل الناس كلها في الشارع محدش شاف ابني، انتي ما شفتيش ابني لو سمحت؟ هو الولد ما كانش عارف ان مامته بتدور عليه وفاكر ان كده دي العيشة المثالية. راح قعد مع اصحابه، هما اللي قعدوا ينقوا هدوم وقعدوا يشتروا حاجات كتيرة. طبعا عارفين مين اللي هيدفع فلوس الحاجات دي، هو بيدفع فلوس كل حاجة، وفي الآخر مخليهم مبسوطين. بس الفلوس خلصت، وصاحبه قال له يلا بينا ايه رأيك نروح ناكل ايس كريم تاني؟ راح طلب 2 ايس كريم وقال له يلا حاسب على الايس كريم. هما كانوا قاعدين مبسوطين، بس هو ما يعرفش ان هو معهوش فلوس. قال له مع كل أسف الفلوس خلصت. قال له ايه ده الفلوس خلصت؟ ازاي فلوسك تخلص؟ احنا دلوقتي هنعيش منين؟ يلا اطلع برا بيتي. قال معلش انا عندي اصحاب تانيين ممكن اتصل بيهم. قال للأسف مش هينفع تقعد عندنا، وعرف ان اصحابه دول مصاحبينه بس عشان معاه فلوس، لكن هو لما ما كانش معاه فلوس كلهم سابوه ومشيوا. ولقى ان عيشة امه هي احلى عيشة، ومامته هي اللي اختارت له العيشة الكويسة. قال انا ندمان وزعلت على اللي حصل، انا لازم ارجع لمامتي واعتذر لها. اول ما رجع لها واعتذر لها طبعا خدته في حضنها لان هو ابنها. ودي النهاية السعيدة لكل أسرة بتحاول تدور على العيشة المثالية. العيشة المثالية هي دايما في الحاجة الصح.